احنا نازلين رايحين نجرب المترو الجزائري لأول مرة. حاليا احنا في محطة المترو وهنكتشف هل المترو في الجزائر كويس ولا لأ، وكمان نروح بيه لمحطة تانية. حاليا احنا في محطة رايحين نزور الحديقة المشهورة هنا. يعني هنجرب المترو الجزائري، نشوفه بيوصل بسرعة، نشوف كمان نضيف ولا لأ، زحمة ولا لأ، مريح ولا لأ. هنشوف الحاجات دي كلها في الفيديو، لان مش كل الدول العربيه عندها مترو. يمكن دي من الحاجات اللي موجوده في الجزائر، وده يدل ان البنيه التحتيه هنا كويسه بشكل كبير. واسعار التذاكر كمان هنا رخيصه جدا مقارنه باي حاجه تانية. يعني سعر التذكره هنا 10 جنيه مصري، ويعتبر سعر كويس جدا. فيلا بينا اخدكم معايا في التجربه. ادي التيكت. هي ازاي؟ معلش كده. بصوا المحطة أصلا من جوه شكلها حلو جدا. ده هنا اتجاه ساحة الشهداء، وهنا اتجاه احنا حاليا في المحطة دي علي أبو منجل، وهنوصل عند حديقة التجارب. طيب يا جماعه، حاليا دلوقتي اهوت احنا على الرصيف بتاع المترو. الدنيا هنا مش زحمه، دي من الحاجات الكويسه. يمكن احنا ممكن موجودين في مكان مش زحمه او كده، او محطه مش زحمه. ممكن في محطات تانية بتبقى في وسط البلد اكثر ازدحاما. المترو هنا كمان مكيف، الجو حلو جدا، يعني مش حاسس بحر او رطوبه او اي حاجه. المحطه كلها مكيفه، والمحطه كمان من جوه شكلها جميل جدا. بص شكل المترو من بره عامل ازاي، شكله حلو ملون. ودي شكل المحطة من جوه. الدنيا فاضية زي ما انتم شايفين. بصوا من الحاجات اللي هنا واصين عليها ان انت ما ينفعش ترمي التذكرة بتاعتك او التيكت قبل ما تطلع من المحطة، عشان ده هيعرضك لمخالفة. دي حاجة ضرورية انك تفضل محافظ على التيكت لغاية الاخر. هنا كمان بيهتموا بالنظافة جدا، في صناديق للقمامة في كل حتة. ودي بتبقى خريطة المحطات. احنا مثلا حاليا في علي ابو منجل، وهننزل هنا لحديقة التجارب. ده القطر بتاعنا او المترو بتاعنا، سامعين صوت اهو، المفروض انه جاي. السلام عليكم. جبنا وهنتحرك على محطة حديقة التجارب. احنا كده في الطريق لحديقة التجارب، صح؟ المترو مش زحمة زي ما انتم شايفين، أماكن فاضية كتير، والدنيا هنا فاضية. هنشوف بقى هيفضل فاضي ولا المحطات اللي بعد كده هتزحمه. خلينا نشوف.
تفتحش. جينا على مكان اسمه حديقة التجارب، والحديقة دي مشهورة جدا هنا في الجزائر، وسبب شهرتها ان اتصور فيها فيلم طرزان، وده واحد من الافلام المفضلة بالنسبة لي وانا صغير او وانا طفل، فعشان كده مش مصدق ان انا هزور الحديقة دي. ده اول حاجة معانا في الفيديو، ان احنا هنخش نزور حديقة التجارب، اول معلم من معالم الجزائر. هنخش نبص على الحديقة دي، فيها اشجار قديمة بقالها سنين او سنين السنين، يعني قديمة وعمرها كبير. ويلا بينا نخش نشوف التذكرة هنا بكام. يلا بينا.